السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كده تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهارده كده ان شاء الله مش هنعمل وصفة بس، هنقول معلومات حلوة جدا. لو عملت الوصفة دي ان شاء الله من خلال المعلومات دي الوصفة هتنجح معاكي، وهو الجاتو اللي احنا بنجيبه من المحلات، او اللي هو النايتي اللي بيبقى مغلف دون وبيبقى بيتباع في السوبر ماركت. ازاي بيطلع بالنتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ اول حاجه عشان يطلع بالنتيجه اللي احنا شايفينها قدامنا دي في كذا معلومه. لو انت مشيتي على الخطوات اللي انا هقولها او على المعلومات اللي انا هقولها لك دي ان شاء الله تطلع معاكي زي بتاع المحلات واحلى كمان. اول حاجه، المادة الجيلاتينية يا جماعة، معلقة جيلاتين مع المواد السائلة اللي انت بتعمليها في الخلاط بتفرق جدا جدا في الكيكة اللي انت بتعمليها وفي الهشاشة بتاعتها اللي هي الكيكة الاسفنجية. لما تيجي تعملي الجاتو لازم تحطي معلقة من الجيلاتين. الجيلاتين دون بيتباع عند مستحضرات الحلوانية او عند العطارين الكبار هتلاقيه. قولي له الجيلاتين بتاع الكيك انت بتاخدي معلقه كده، معلقه شاي او معلقه كبيره على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهتحطيها مع الماده السائله اللي انت بتعمليها في الخلاط بتفرق جدا. تاني حاجه، لما تيجي تقطعي الكيك بتاعك تستني عليه ليله. يعني انت خلاص طلعتيه من البوتاجاز، تغطيه في فوطه نظيفه وتسيبيه يبرد ليله كامله، عشان لما تيجي تقطعيه طبقات رقيقه، ويبقى سمك الجاتو معاكي زي بتاع المحلات كده، مش اللي هو تخين قوي، وكمان يرمي معاكي كميه كويسه. تالت حاجة، لما تيجي تفتحيها وانت بتحشيها تسقسقيها كده بمية بسكر او بأي عصير عندك، عصير برتقان. لو حتى مش عندك عصير ممكن تجيب الفانتا اللي هي الحاجة الساقعة دي وتسقسقيه بيها، بيخليه برضو طري وحلو جدا. تالت بقى معلومة، والحقيقة دي الأهم، لما تيجي تسيحي الشوكولاتة البيضة تحطي عليها معلقة زيت أبيض، بتفرق جدا وبتخليها معاكي سايلة. زي ما قلت لك بقى، المعلومه اللي بعد كده وهي الصوص الابيض اللي انت بتحطيه فيه اللي هي الشوكولاته البيضاء. طبعا احنا بنسيحها على بخار، على حمام مائي، على بخار ميه، وبعد كده نحط عليها يا جماعه معلقه زيت مش سمنه. السمنه بتخليها تقفش ومش بتخليها احلى حاجه ولا احلى طعم، لا معلقه زيت كده ابيض بتفرق جدا وبتخليها سلسه معاكي لما بتيجي تعملي كده لو سواء انت حطاها في كيس او الازازه البلاستيك اللي هي بتاع الصوص بتاع الشوكولاته دي بتفرق جدا وبتخليها سهله وسلسه. بعد بقى ما بتعمليها بالصوص الابيض بالشوكولاته البيضاء ما تحطيش عليها الشوكولاته الغامقه مباشره عشان هما الاتنين كده يسيحوا في بعضيهم، لا دخليها ترتاح في التلاجة حوالي نص ساعه لحد ما تمسك نفسها، وبعد كده حطي عليها الصوص صوص الشوكولاته البني. ان شاء الله باذن الله لو مشيتي على الخطوات دي هتطلع معاكي جاتو احلى من بتاع المحلات. زي ما قلت لكم النهارده مش وصفه، النهارده معلومات كده على الماشي، بس ان شاء الله باذن الله لو اتبعتيها ان شاء الله هتطلع معاكي جاتو احلى كمان من بتاع المحلات. يا رب تبقى المعلومات عجبتكم وافادتكم. اللي لسه اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك في القناه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك للفيديو. جزاكم الله خير على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.